موجز من بريس 23. أنا ديالا خلف. الخارجية السورية تندد بوجود قوات ألمانية وفرنسية على أراضيها، وتعتبر ذلك عدوانا صريحا وغير مبرر، وألمانيا تنفي هذا الوجود. قوات النظام تواصل محاولاتها للسيطرة على طريق الكاستيلو في حلب. معارك بين قوات المعارضة السورية المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية في الريف الشمالي لحلب. قوات سوريا الديمقراطية في سوريا تدعو لتقديم مساعدات للفارين من مدينة منبج نتيجة للاشتباكات. القوات العراقية تقطع طريق إمداد تنظيم الدولة الإسلامية بين الفلوجة ومنطقة الحلابسة في العراق. اتهام سوريا باعتقال شخصيات معارضة في مطار دمشق الدولي. بان كيمون: لا يمكن تسوية الأزمة السورية إلا بالحوار وجهود المجتمع الدولي. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.